جبل؟ جبل ايه ده؟ انت كده توهتني. يعني انا دلوقتي شايف انه الفرع العريض الرئيسي للنيل هو اللي جاي من الجنوب، لكن انت عمال تحكي لي عن الفرع الصغير ده اللي جاي من الشرق، وعمال بتقول لي ان هو ده الوحش وهو سبب الفيضان العالي وهو اللي بيغرق اراضينا. شوف يا حضرة القائد، انا بقول لك الكلام الحقيقي الصح اللي انت ورجالتك سافرتوا 2000 كيلو علشان تعرفوه، ولو مش مصدقني خليك معانا هنا لغاية شهر 7 و8 وشوف بعينك، بس يا ريت تكون بتعرف تعوم علشان لما المية تعلى وتفيض ما تلاقوش نفسكم في الباي باي. السلام عليكم. لآلاف السنين عاشوا أجدادنا في مصر جنب نهر النيل، وكانوا شايفينه حاجة غالية جدا. تخيل معايا كل الأراضي والبلاد اللي حواليك صحراء صفرة ناشفة ما فيهاش أي مطر أو خير، لكن هنا في مجرى مية عذبة بتجري باستمرار في مجرى عريض كأنه بحيرة طويلة واسعة، لكن ميتها لذيذة وعذبة. أنت متخيل إنك مهما تسافر شرق وغرب فتلاقي البلاد كلها صحراوية، ولما ترفع عينك للسماء ما تلاقيش أي سحاب أو مطر، لأن أرض مصر هي أقل أراضي العالم كله في كميات الأمطار، وبيجري فيها النهر ده بس هو الوحيد اللي موجود عندك، وفيه المية اللذيذة دي فتاكل منها أحلى سمك في الدنيا، وتزرع بيها ألذ فاكهة وخضروات، وتربي عليها مواشي وغنم، وتعيش في تبات ونبات، وتخلف صبيان وبنات. فكان طبيعي إنه الإنسان المصري القديم ينظر لنهر النيل نظرة تقترب من التقديس. وعلى مر السنين القديمة كان في ناس بتسأل الخير ده جاي منين؟ المية دي ايه مصدرها وايه منبعها؟ الفراعنة حاولوا يعرفوا إجابة السؤال ده، وبعتوا حملات عسكرية تمشي مع نهر النيل للجنوب علشان يعرفوا المية دي جاية منين، لكن غالبا ما وصلوش حتى لمدينة الخرطوم، أو ربما وصلوا وأبعد شوية، لكن ده كان آخرهم. أهو النيل جاي من الجنوب البعيد وخلاص. ويظهر كده إنه له روافد جاية من أماكن مختلفة، وفكرة استكشاف المنابع البعيدة لأطول أنهار العالم دي كانت فكرة صعبة ومتعبة، لأنك لو حبيت تكمل تاني بعد الخرطوم جنوبا فانت غالبا هتمشي في اراضي غريبة وصعبة، وهتقابل ناس ربما ما يكونوش مرحبين بقدومك. تخيلوا معايا الحملة العسكرية اللي بعتها تحتمس الثالث في الدولة الحديثة، يا ترى شافوا ايه ومشوا ازاي علشان يعرفوا منابع النيل؟ بعد ما سابوا طيبة الاقصر واسوان بيمشوا مع نهر النيل للجنوب. طبعا وقتها ما كانش فيه بحيرة ناصر، بعد كده بيعدوا على ابو سمبل وادي حلفة ويكملوا تاني للجنوب، بيلاقوا تانيات غريبة في مسارات النيل. 12 كيلو كده، بعديهم 20 كيلو كده، 12 كيلو كده، 18 كيلو كده، 12 كيلو كده، لفات غريبة بتطول عليهم المسافة وتصعب المشوار. لكن هو ده مسار النيل في شمال السودان. يوصلوا دنجلة، بعد كده يوصلوا البلد هنا اسمها الدبة، ويلاقوا ان النيل بيتجه للشرق، بعد كده بيلف ويتجه للشمال الشرقي. اتجاهات غريبة، المفروض ان هم رايحين للجنوب مش رايحين للشمال، لكن هو ده مسار النيل في المنطقة دي. مسار النيل في شمال السودان في تانية رهيبة كبيرة جدا اسمها تانية ابو حمد، وطبعا ما كانش فيه سد مروي ساعتها. تانية ابو حمد بتخليهم بدل ما يجوا كده مثلا 250 كيلو مرة واحدة كده يمشوها على طول، بيلفوا 770 كيلو ويعدوا على كريمة وسد مروي وابو حمد، ويوصلوا مدينة عطبرة وشندي، ويوصلوا لشمال الخرطوم. لكن هم لو كانوا خدوا كده على طول كانوا مشيوا 250 كيلو، لكن كده بيمشوا 770 كيلو، وطبعا هم ماشيين عكس اتجاه المية عشان يروحوا يشوفوا المية دي جاية منين وأولها من فين. ولما وصلوا مدينة عطبرة اكتشفوا انه النيل جاي من ناحيتين، ناحية جاية من الجنوب والتانية جاية من الشرق او الجنوب الشرقي، لكن اللي جاي من الجنوب عريض اكتر وميته اكتر، لكن اللي جاي من الشرق عرضه اقل وميته اقل بكتير. ولما سألوا الناس اللي كانوا عايشين في عطبرة فالناس قالوا لهم انه الرافد الصغير ده اللي جاي من الجنوب الشرقي مش دايما المية بتجري فيه، لكن ميته بتزيد جدا من شهر 7 لشهر 9، وباقي السنة بيكون تقريبا نهر ضعيف جدا، واحيانا بينشف خالص في شهر يناير. فقائد الحملة المصرية قال لهم فعلا احنا النيل عندنا كل سنة من شهر 7 لشهر 10 ميته بتزيد جدا وبيعلى وبيغرق اراضينا، وبيكون موسم فيضان، لكن منسوبه بيكون منخفض جدا في شهر 1 و2، واحيانا بيكون موسم جفاف. فاهل عطبرة كلموه عن نهر عطبرة وقالوا له لكن يا حضرة القائد مش هو النهر الصغير ده اللي بيغرق اراضيكم في فيضانات
الصيف، لأن معظم المية اللي بتجيلكم مصر بتكون جاية من الجنوب. ولو عايز يا حضرة القائد تعرف أصل النيل منين، يبقى لازم تاخد رجالتك وتكمل تاني في رحلتكم للجنوب. طبعا أهل عطبرة كان عندهم حق، لأنه نهر عطبرة بيساهم فقط ب 13% من جملة المية اللي بتيجي لمصر كل سنة، لكنه بيساهم بخمس كمية المية اللي بتيجي في شهور الفيضان 7 و8 و9، يعني 20%. وبعد ما الحملة ارتاحت في عطبرة لمدة 5 أيام، راحوا شدوا الرحال للجنوب كمان، ماشيين مع النيل، وبعد كده مشيوا للجنوب الغربي، وبعد كده للجنوب تاني لغاية ما وصلوا لمدينة الخرطوم. والكلام ده كان في شهر يناير في عز الشتاء، وهنا اكتشفوا سر خطير. تعالوا نعرف ايه هو. هم لقيوا ان النيل فعلا مكمل تاني للجنوب، لكن في نهر صغير كده جاي من الشرق وبيغذي النيل اللي جاي من الجنوب، يعني يشبه كده نهر عطبرة اللي قابلوه عند مدينة عطبرة. ولما قائد الحملة المصرية التقى بعمدة الخرطوم فسأله: ايه يا جناب العمدة، هو النيل ده ملوش اول ملوش بداية؟ ده احنا ماشيين معاه من عند طيبة في مصر لغاية ما وصلنا هنا الخرطوم، ودي مسافة 2000 كيلو. 2000 كيلو طول النيل من الأقصر للخرطوم، مشيناها في الصحراء ولسه معرفناش فين بدايته. وبعدين قول لي، انا شايف انه عندكم هنا في الخرطوم في نهر صغير كده شكله ملوش لازمة، لكنه بيصب في النيل اللي جاي من الجنوب. فعمدة الخرطوم ضحك كده شوية، فالقائد قال له: خبر ايه، هو كلامي في حاجة بتخليك تضحك؟ العمدة قال له: لا ابدا، العفو يا جناب القائد، بس النهر الصغير ده اللي حضرتك بتقول انه ملوش لازمة هو ده اللي بيغرق ارض مصر كلها في شهر 7 و8 و9. يا سلام، امال ايه، هو فعلا معظم شهور السنة بيبان كده انه صغير وميته قليلة، لكن لما بيجي الصيف وارض مصر بتكون حر نار، بيكون النهر الصغير ده كبير كبير قوي فوق ما تتخيل. يا سلام، واسمه ايه بقى النهر ده؟ ده يا باشا بنسميه النيل الازرق. هو بيفضل ساكت ساكت، ولكنه في الصيف بيتحول لوحش بيغرق ارضنا بشكل فظيع، وباقي ميته بتروح لكم في مصر. هو يمكن عندكم في مصر بيكون اهدى بكتير من هنا في السودان بيكون سريع اكتر، وفي خلال ساعة واحدة بنلاقيه ارتفع وغرق مساحات مهولة من اراضينا. طبعا الكلام ده يا جماعة ايام الفراعنة، المهم يعني انه قبل بناء السد العالي وسد النهضة وكده. واشمعنى عندكم انتوا الفيضان بيكون شديد وعالي اكتر من عندنا في مصر؟ علشان احنا يا حضرة القائد اقرب للجبل اللي بتنزل منه المية الهادرة دي. جبل ايه ده؟ انت كده توهتني. يعني أنا دلوقتي شايف إنه الفرع العريض الرئيسي للنيل هو اللي جاي من الجنوب، لكن أنت عمال تحكي لي عن الفرع الصغير ده اللي جاي من الشرق، وعمال بتقول لي إنه هو ده الوحش وهو سبب الفيضان العالي وهو اللي بيغرق أراضينا. شوف يا حضرة القائد، أنا بقولك الكلام الحقيقي الصح اللي أنت ورجالتك سافرتوا 2000 كيلو علشان تعرفوه. ولو مش مصدقني خليك معانا هنا لغاية شهر 7 و8 وشوف بعينك، بس يا ريت تكون بتعرف تعوم علشان لما المية تعلى وتفيض ما تلاقوش نفسكم في الباي باي. طيب خلينا نكمل كلامنا عن الفرع الصغير اللي انت بتقول انه هو ده الفرع الكبير. جبل ايه بقى اللي جاي منه النيل الازرق ده؟ شوف يا باشا، هو مش جبل واحد، هو أرض واسعة جدا وكلها كده عالية، وفيها طبعا بعض القمم الجبلية العالية جدا، لكن هي الأرض الواسعة دي زي ما بقولك كده عالية جدا، والأرض دي بتنزل عليها أمطار بكميات رهيبة من شهر 6 لشهر 9، لكن باقي السنة المطر بيقل عندهم جدا. وعلشان كده انت شايف النيل الأزرق دلوقتي كأنه نهر صغير ملوش لازمة. فعلا مصر كلها بتغرق بشكل رهيب في 7 و8 و9. طيب قول لي بقى، الأرض العالية دي موجودة فين بالظبط؟ الأرض دي مش شرقنا ولا جنوبنا، الأرض دي بالظبط كده جنوب شرق الخرطوم. تمام، واسمها ايه بقى الارض العالية دي؟ اسمها ارض الحبشة، هضبة الحبشة، بلاد الاحباش. ولو حبينا نمشي مع النيل الازرق علشان نوصل بلاد الاحباش دي هنمشي مسافة قد ايه؟ لا، ما انصحكش تكمل يا باشا، لانه ده مشوار طويل وصعب. انت اولا محتاج تسافر حوالي 650 كيلو تانية جوه ارض السودان، ودي مسافة طويلة لكنها ارض مش صعبة في السفر. 650 كيلو تاني فعلا
فعلا مشوار بعيد، طبعا بعيد. لكن المشكلة الأكبر بعد كده في أرض الحبشة. مالها يا عمدة أرض الحبشة؟ ما أنا قلت لك يا باشا، أرض عالية ومليانة جبال وتضاريس وأخاديد ومطالع ومنازل، ومش بعيد تتوهوا فيها أو تموتوا من الجوع. وانتوه ليه بس؟ احنا هنفضل ماشيين مع مجرى المية يا باشا. ما هو مجرى المية ده مش هيفضل كده لوحده، لكنك كل شوية هتلاقي نهر تاني شبه النيل الأزرق بيصب في النيل الأزرق، وممكن جدا تتوهوا وما تبقوش عارفين تمشوا مع النهر ده ولا ده، مين فيهم الرئيسي ومين الرافد الفرعي. وحتى لو ما تهتوش وعرفتوا تمشوا مع النيل الأزرق، فانتوا هتحتاجوا تمشوا مسافة حوالي 800 كيلو في أرض الحبشة، ودي مسافة كلها وعرة وخطرة جدا ومحدش بيمشي فيها ولا بيروح عندها. النيل الأزرق ده في إثيوبيا كأنه أخدود وسط الجبال لمسافة 800 كيلو. 800 كيلو المية بتنزل من بحيرة تانا من ارتفاع 1800 متر بالظبط، 1790 أو 1780 متر، لغاية ما توصل لارتفاع 500 متر عند المكان ده. هنا قبل حدود السودان ب 14 كيلو هنا اتبنى سد عملاق في القرن ال21، الأحباش بيسموه سد النهضة. وطول المسافة جوه إثيوبيا النيل الأزرق بيجمع مية من مئات الأودية والأنهار الصغيرة اللي بتصب فيه. إن شاء الله نكمل رحلتنا في فيديو تاني، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.